السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أم إلاف من قناة كويزين أب. اليوم راح نشوفوا مع بعض البابريكا المدخنة اللي كنا درناها في الكاوكاو المدخن. بزاف تحقوها، يعني ما لقاوهاش في السوق، طلبوا مني باش نخدمها لهم. يعني أنا ثاني خدمتها بهذه الطريقة. الفيديو هذا كان مرافق للفيديو تاع الكاوكاو المدخن، لكن هذا وين حطيته، على باليش نسيته. المهم كيما راكم تشوفوا نجيبوا قطعه تاع فحم عادي، ونجيبوا البابريكا تاعنا او الفلفل الاحمر. هذيك القطعه تاع الفحم راح نحطوها فوق النار حتى تتجمر، يعني ولا عندكم هذاك شاليمو شعلوها به. المهم حتى تتجمر مليح مليح، تسخن معكم باش تطلق لنا هذاك الدخان. كيما رانا نشوفوا جيبي طاجين صغير يكون عنده غلاق تغلق مليح، حطي هذيك البابريكا. نزيدو نحطو قطعه تاع بابي الومنيوم، يعني خدميها على شكل كاس ولا طبسي صغير كيما رانا نشوفوا، باش ترفد لنا هذيك الفحمه. ما تخلوش هذيك الزيت يعني تنزل في البابريكا. كيما رانا نشوفوا نجيبوا هذيك الفحمه تكون بعد ما تكون جمرت، نحطوها في الطاجين تاعنا، نزيدوا عليها شويه زيت. الزيت هذيك راح تخلي الدخان يطلع بطبيعه الحال. كيما رانا نشوفوا نزيدوا عليها شويه زيت راكم تشوفوا. راح نغطيها بابي الومنيوم، هذاك الطاجين تاعي مليح، ونخليها تتنكه مليح مليح. هذه هي الطريقه، تقدروا تعاودوها يعني المره الثانيه باش يكون يعني الطعم واضح. هذه تقدروا تستعملوها في الكاوكاو المدخن، يعني في الطاجين تاع المشا، في الشاورما، يعني تعطيكم طعم روعه. المهم نتمنى تكونوا استفدتوا. يعني هذه هي الطريقه، يعني ماهيش حاجه كبيره. ما ملي صنعوا توابل يدخنوه بهذه الطريقه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.